الخمسينات يا صديقي كان في تعقيدات كبيرة جدا في علم التسويق، وكان الطلاب بيشيلوا هم كبير قوي من المادة دي، كانوا ما بيحبوهاش. اولا المناهج ما كانتش واضحة، وغير كده كمان اصحاب المشاريع لما كانوا فاتحين المشاريع بتاعتهم كانوا في مشاكل بتواجههم، والمشاكل دي ما بيعرفوش ياخدوا قرارات بسببها. ففي عالم امريكي وهو استاذ جامعي اسمه جون ماكارثي. جون ماكارثي ده بكل بساطة قعد بينه وبين نفسه على المكتب وفاتح النوتة بتاعته، وكان بيكتب او بيسجل المشاكل دي. كان بيحاول يكتب القواعد اللي تسهل لاي بزنس انه يفتح بزنس او يفتح مشروع. فقعد يكتب ويكتب ويرمي ورق كتير، يكتب تاني ويرمي ورق كتير. الراجل توصل في الاخر بعد الورق اللي عمال يترمى في كل حته ده لاربع قواعد اساسيه: البرودكت والبرايس والبليس والبروموشن. ازاي بقى بعدها هنرسم الماركتنج فانل؟ ايه هي انواع الفانل بالتحديد؟ وازاي انا كصاحب بزنس اعرف انا في اي مرحله من الفانل دي؟ وازاي برضو ارسم الفانل اللي تناسبني او اللي تناسب البيزنس بتاعي؟ ودي ان شاء الله الليسون الثاني من الوحده الاولى الماركتنج باث. الموضوع طالما فيه قهوه فاعرف ان ليسون تقيل، فلو انت لسه ما جبتش القهوه بتاعتك اتمنى انك تجيبها، لان اللي احنا عملناه في الليسون اللي فات ده كان زغزغه، ده ما كانش حاجه من الكورس خالص. فاتمنى انك انت تجيب كوبايه القهوه بتاعتك وتركز قوي معايا في الليسون ده. يلا بينا علشان نتعرف على الماركتنج ميكس وايه هو الفانل. طيب زي ما قلنا كده في الليسون احنا هنفهم اكتر عن الماركتنج ميكس وايه هو الفانل، وليه اصلا احنا اخترنا نتكلم على الاثنين دول بالتحديد. تمام؟ زي ما قلنا ان جون ماكارثي هو من الناس اللي اتكلم عن الماركتنج ميكس، وهو الراجل كان قاعد كده يعني مع نفسه كده في المكتب، كان فاتح نوتة كده وقال انا عايز اعرف اي بيزنس محتاج ايه علشان يقدر يسوق للايه، يسوق لنفسه، او علشان يقدر يدخل في السوق، او يقدر ان هو يسوق بشكل صحيح. ايه الحاجات اللي كل بيزنس محتاجها علشان يقدر يسوق بشكل صحيح؟ تفتكر حد لما يفتح مشروع مثلا، هل مجرد انه لما يفتح او لما يكون عنده منتج حلو مثلا او ترندي او خدمة كويسة ممكن يقدمها الناس عليها طلب، هل هي ليها يعني هل ده كفاية علشان ينجح؟ طب هل الموضوع ممكن يكون محتاج مثلا وصفة سحرية سرية يقدر ان هو يسوق بيها؟ هو ده الماركتنج ميكس. هي عبارة عن وصفة كده لخبطة كده مع بعض. الوصفة دي لازم أن يكون كل جزء فيها تمام احسن من التاني ويكونوا مكملين بعض. طب ايه هما الوصفة دي، او الوصفة دي مكونة من ايه، او عبارة من ايه؟ زي ما قلنا كده الماركتنج ميكس هي الخلطة او التركيبة اللي بنحدد ازاي هنقدم المنتج او الخدمة ده. طيب هي مكونة من ايه؟ الماركتنج ميكس ده مكون من ايه؟ ايه الخلطة، ايه البهارات دي بالظبط؟ جون ماكارثي حدد لك الخلطة دي من خلال 4 بيس. قال لا خلينا نفتح كده الدرو بتاعتنا. قال لا ايه ال4 بيس دي؟ معلش خليني، انا اسف جدا على الخط والله، بس عشان احاول اوضح على قد ما اقدر. ال4 بيس وهي الاربعة بي: بي 1 بي 2 بي 3 بي 4. تمام؟ تخيل معايا كده ان ده مطعم، تمام؟ مطعم عامل عرض على شاورما. حلو؟ شاورما، يبقى كده رحنا للبرودكت، رحنا للمنتج. الشاورما دي عليها خصم 20%، السندوتش ب 60 جنيه مثلا على سبيل المثال، يبقى ده سعر برايس. المكان بتاعه موجود في وسط البلد، ما شاء الله مكان كويس جدا وقريب مننا وبينه مثلا 10 دقايق، يبقى ده كده الراجل قريب مننا، يبقى كده متميز، يبقى كده في البليس. الراجل ده شفنا ليه اعلانات كتير على السوشيال ميديا وناس كتيرة جدا عشان يعني عليه ريفيوهات حلوة يعني، وموجود يعني الراجل ليه تواجد كبير على السوشيال ميديا وعامل اعلانات ممولة، والراجل ما شاء الله يعني عنده سمعة على السوشيال ميديا. يبقى الراجل مروج على السوشيال ميديا، وده راجل بروموشن، راجل بروموتد. ده كده بكل بساطة الفور بيسز المختلفين. الفور بيسز المختلفين هي: رقم 1 المنتج اللي انت بتقدمه، رقم 2 المكان بتاع المنتج او مكان العرض بتاع المنتج نفسه، ومعلش رقم 2 السعر، رقم 3 المكان العرض اللي هو البليس والبروموشن. تمام؟ وزي ما قلنا في العصر الحديث، طبعا هم دول كانوا موجودين في العصر القديم. في العصر الحديث بقى ظهر الايه؟ السيفن بيس: البيبل والبروسيس والفيزيكال ايفيدنس. الله، يعني ايه الثلاثه الجديد اللي ظهروا دول؟ البيبل وهو التارجت اودينس او الجمهور المستهدف بتاعك.
في ناس كتير او شله كبيره سمعوا عن العرض بتاع المطعم وراحوا عشان يجربوا الايه، يبقى دول ناس مهتمين، دول ناس انترست بالحاجه. تمام. بعد كده يا باشا قرروا ان هم ايه، يجربوا، يفتحوا المنيو ويشتروا ويجربوا عرض الملوك، ويروحوا يجربوا كمان في عرض. يبقى ده كده البروسيس، عمليه البيع والشراء وعرض المنتج. دي كده من ضمن الايه او البيس الستة من الايه، من السيفن بيس. اخر بيس معانا وهي الفيزيكال ايفيدنس. والفيزيكال ايفيدنس دي بكل بساطه هي ايه؟ هي الريفيوهات. بعد ما الشله بتاعت محمد خلصوا الاكل تمام، قالوا ما شاء الله الشاورما سبايسي وطعمها حلو واحنا هنيجي ان شاء الله نطلب تاني. ده كده الريفيو بتاع الايه، بتاع او السمعه الجيده بتاعه الايه، بتاعه المطعم. ده كده بالظبط الفور بيس او الخلطه السحريه اللي كل بيزنس لو تميز في الخلطه دي كلها كده وطلعها باحسن نسخه ممكنه هنقدر او هيقدر ان هو ينجح البيزنس بتاعه. تمام. طيب لو تلاحظ معايا كده، هل احنا ذكرنا حاجه؟ يبقى احنا كده دخلنا على حاجه اسمها الفانل. ايه علاقه السيفن بيس بالفانل؟ هقول لك يا معلم. علشان تمشي العميل جوه الفانل، وانا هعرفك ازاي بقى الفانل بشكل تفصيلي. احنا الفانل اتكلمنا عليها في الليسون اللي فات، ولكن ان شاء الله هنشرحها بشكل تفصيلي في الليسون ده. علشان تمشي العميل جوه في الفانل بشكل صحيح لازم تكون ظابط كل حاجه في الماركتنج ميكس. الله، يعني ايه؟ لو المنتج وحش العميل هيخرج من الفانل بسرعه، السعر مش مناسب، السعر ما عجبوش، هيتردد ومش هيشتري حاجه، مكان البيع مش مريح او مش كويس او مش متاح، مش هيوصل اصلا او مش هيوصل لك، مش هيجي لك. مفيش ترويج، مفيش اعلانات، محدش هيشوفك، محدش هيعرفك من الاساس. يبقى ده اللي ينقلنا يا معلم عن الماركتنج فانل او القمع التسويقي. واحنا اتكلمنا عن القمع التسويقي ده في السيشن اللي فات، وقلنا ان هو عباره عن 3 حاجات اساسيين. لا هو مش 3. الفانل بشكل رئيسي واللي انا عايزك تعرفه هو مكون من ايدا موديل. الله، يعني ايه ايدا موديل؟ احنا بدأنا نخش في كلام معقد. في ناس كتيره لو لسه بتتعلم البيزكس ومش فاهمه ماركتنج هيبداوا ان هم يخشوا شويه، يعني في شويه حاجات كده هيبداوا ان هم ايه، يخافوا منها. لا انا مش عايزك تخاف، الموضوع بسيط وسهل وما فيهوش اي حاجه، ولكن انا عايزك بقى تبدا تركز معايا من دلوقتي اللي احنا بدأنا نخش في الجد. تمام. الايدا موديل او الفانل التسويقي. الفانل التسويقي او الايدا موديل ده هو يعتبر جزء او الجزء التقليدي من الفانل. الله، يعني ده دليل ان انا عندي كذا نوع من الفانل ده؟ عندي كذا نوع، بس ده الفانل التقليدي اللي انا بشرح لك عليه علشان تفهم اصلا باختصار يعني ايه فانل. باختصار كده هو ده الفانل العام اصلا. طيب ايه هو الجزء الواسع من الفانل ده؟ تخيل ان في واحد شاف الاعلان بتاعك على الفيسبوك، شافه بس مجرد ان هو شافه والاعلان بتاعه ظهر له، يبقى كده بالظبط هو كده في مرحله الاويرنس. يبقى البيزنس ده في مرحله اويرنس. يعني لما الاقي بيزنس معظم الاعلانات بتاعته جايبه عدد فيوز عالي بس ما عندوش انجيجمنت، ما عندوش اي اكشنز فعليه، عدد البيع عنده قليل، يبقى البيزنس ده في مرحله اويرنس. ركز معايا كده علشان انت برضو بدأت تفهم حاجة، ان احنا بدأنا ازاي نحدد انا البيزنس بتاعي في انهي مرحلة. هل هو في مرحلة الاويرنس، هل هو في الانترست، في الديزاير، في الاكشن؟ لسه في حاجات كتير هنبني عليها الموضوع ده. رقم 2 واللي هو الانترست. لما واحد دخل، لما شاف الاعلان بتاع الفيسبوك دخل شاف المنيو، بس لما شاف المنيو كده يبقى هو مهتم، خلاص هو الراجل مهتم لما دخل شاف المنيو، يبقى هو كده في مرحلة الانترست. قرر يجرب البيتزا، قرر، يبقى دخلنا على المرحلة الثالثة او الليفل الثالث وهو الديزاير. وبعد كده راح للمطعم علشان يشتري او طلب او عامة رن على المطعم علشان يشتري مثلا وجبة الملوك او ايا كان المنتج اللي اشتراه، يبقى هو كده راح لمرحلة الاكشن. هو ده كده الماركتنج فانل. هو ده كده باختصار الماركتنج فانل، بس ده الفانل العام. طيب خليني كده هفهمك ايه هي انواع الفانل. الله، هو في كذا نوع للفانل. يا معلم، وازاي ابني فانل حقيقي لاي بزنس؟ هفهمك ازاي تبني فانل حقيقي لاي بزنس. يعني انا بعمل، يعني انا من بعد السيشن دي هعرف ازاي ابني فانل. هعرفك ازاي تبني فانل. طيب خليني كده بس، يعني قبل ما اخش في تفاصيل الفانل، انا كده ربطت لك ما بين حاجتين، الماركتنج ميكس والفانل. ليه؟ علشان الماركتنج ميكس ماشي هي الادوات او البهارات اللي بتتحكم فيها حركه العميل جوه الفانل. حلو الكلام، حلو الكلام. فاكر لما قلت لك في الليسون اللي فات ايه هي انواع التجاره وايه هي انواع التسويق؟ مش قلنا ان في نوعين،
نوع ديجيتال ونوع تراديشنال، مظبوط. ده نفس الفكره اللي انا عايزك تعمله في الفانل. الفانل في ديجيتال وفي تراديشنال. قال له هو احنا مش كده عرفنا الفانل خلاص؟ الفانل بشكل رئيسي، هو انا ليه اصلا اعرف الديجيتال فانل والتراديشنال فانل؟ ليه اعرف الفانل التقليدي؟ احنا بنقول وبنعلمك ازاي تبني فانل لاي بيزنس. لازم تعرف الفرق او لازم تفهم الاتنين عامه. تمام. طيب الفانل الديجيتال ده الفانل اللي انا بجمعه من السوشيال ميديا ومن جوجل ادز. اي حاجه ليها علاقه بالتسويق الرقمي انا بعمل لها فانل خاص بيها، وعامه هي ليها فانل خاص بيها، يعني عامه يعني الجزء ده ليه فانل خاص بيه. تمام. والفانل اللي بيختلف عنه اختلاف تام وهو التراديشنال فانل، ولكن في نفس الوقت انا عايزك تشتغل بيه زي بالظبط الديجيتال، يعني تاخد الاساسيات اللي احنا اتكلمنا فيها فوق، اللي هو الاويرنس والانترست والديزاير والاكشن. طب انا ازاي في التراديشنال فانل هعرف اطلع الانترست؟ انت مش هتعرف تطلع الانترست، ولا هتعرف تطلع الايه معلش الاهتمامات والسلوكيات بتاعه الايه بتاعه البيزنس. ولكن الفانل بتاعه التراديشنال بتبقى عامله ازاي؟ خليني كده اطلع لك بس رسمه بسيطه كده للتراديشنال فانل، او من التجاره التقليديه ازاي بيرسموا الفانل بتاعهم. هم ليهم طريق بصراحه يعني بيمشوا بيه، وليهم علم خاص بالموضوع ده، ولكن خليني كده بشكل يعني بشكل ما او باخر اقول لك ان الفانل بتاعهم زي ما قلت لك كده في السيشن اللي فات هو واسع او من فوق. تمام. بص بقى الخطوه اللي جايه دي، ده كده شكل الفانل بتاع الايه التراديشنال اللي هو ده. يعني ده فانل وده فانل. الفانل بتاع الديجيتال خلاص هو واضح بشكل عام، انا لو كنت بعمل برزنتيشن كنت عملته بالشكل ده، بس عامه عادي خير ما خدتش بالي، المهم انك انت فاهم. ليه بقى؟ فاكر لما قلنا في السيشن اللي فات ان الاعلانات بتاعت بيبسي اللي بتيجي في التلفزيون والكلام ده كله مليار، ممكن مليار شخص يشوف الاعلان في اليوم، ممكن مليار شخص يشوف الاعلان في اليوم، ممكن نص مليون يشوف الاعلان في اليوم، ممكن مليون في كل ساعه، عادي جدا. الموضوع على حسب ظهور الاعلان طبعا، يعني ليه الموضوع ليه عوامل انا ما اعرفش الموضوع بيكون العوامل بتاعته ماشيه ازاي، ولكن هي دي بالظبط الايه، هي دي بالظبط الفانل اللي بتكون التقليديه. تمام. انا اللي يهمني كم عدد الناس اللي اشتروا بشكل فعلي، وده طبعا اللي بتحدده الشركات من خلال المدخلات والمخرجات بتاعت المخرجات نفسها، معلش مش المدخلات والمخرجات، اللي هي عمليات البيع باختصار، عمليات البيع بتاعت المنتجات بتاعتهم. ده كده بالنسبه لهم البروسيس الحقيقيه او الاكشن الحقيقي بتاعهم. خلاص ده كده بكل بساطه التراديشنال فانل او الفانل التقليدي. تمام. طيب دلوقتي بقى علشان اقدر ابني فانل ديجيتال حقيقيه بعمل ايه؟ بشوف مرحله البيزنس ايه بالظبط، البيزنس في انهي مرحله، هل هو في مرحله الوعي، هل هو لسه اصلا ما دخلش الفانل، لسه ما فيش عملاء بشكل فعلي، هل هو في مرحله الديزاير، هل هو في مرحله الاكشن. يعني لكل عميل كده انت هتشتغل معاه، او لكل بيزنس لو انت طبعا صاحب بيزنس ليك فانل او ليك محطه في محطات الفانل. تمام. فانا احدد الفانل بتاعي بناء على بناء على النتائج اللي باخدها من البيزنس نفسه. الله، انا دلوقتي بيدخل لي من الاعلانات بتاعتي نص مليون فيو او نص مليون ظهور للاعلانات. تمام. من جوجل ادز بقى، من السوشيال ميديا، من مثلا لو انا عندي مثلا سوسايتي على السوشيال ميديا، ايا كان. ده كده مرحله خلينا نرجع تاني للفانل الرئيسيه كده، انت في مرحله الاويرنس. ولكن هل انت بتجيب مبيعات بشكل فعلي؟ لا، ما بجيبش مبيعات. هل في ديزاير؟ هل في ناس بتكرر؟ في ناس بتخش تتواصل معاك؟ لا، ما فيش ناس بتتواصل معايا. تمام. طب هل في ناس مهتمه؟ لا، ما فيش ناس مهتمه بالمنتج بتاعي. يبقى انا كده لسه في مرحله الاويرنس. تمام. طب رقم 2، انا لقيت في ناس بدات تتواصل معايا وفي ناس مهتمين، ولقيت فئه بدات ان هي انجيجمنت. خلي بالك الانترست دي بتشمل حاجات كتيره جدا، منها الانجيجمنت. تمام. انا بقول لك الحاجات دي بشكل يعني بشكل رئيسي او بشكل عام، فاهمني؟ ناس بدات تتفاعل معايا، ناس بدات تتابعني، ناس بدات ان هي تزور الويب سايت بتاعي، بدات ان هي تشوف تفاصيل اكتر عن الحاجات اللي بقدمها. يبقى هي كده في مرحله الانترست. يبقى انت كده يا معلم في في الجزء الثاني من الفانل.
طب رقم 3 انا في ناس بدات تخش تكلمني وتسال عن الاسعار، في ناس كتيره جدا، في 1000 واحد، جالي 1000 رساله النهارده. يبقى دول كده يا باشا انت كده في مرحله الديزاير. تمام، القرارات، العميل بدأ يقرر معاك. تمام. رقم 4 وهي بقى مرحلة الأكشن، مرحلة الإجراء أو مرحلة الإيه؟ الكونفرجنز، اللي هي الإحالات الناجحة. تمام. بدأ في ناس بقى تشتري منك بشكل فعلي، بدأ يكون في سيلز، الار او اس بتاعك بدأ يعلى. يبقى انت كده يا باشا في مرحلة الأكشن. ناس كتيرة بقى بدأت ان هي ايه؟ ده الهدف بتاعك، ده الهدف الرئيسي بتاعك اللي هو الايه؟ اللي هو الأكشن. تمام. ده كده بكل بساطة انت ازاي تقدر تحدد تمام الفانل بتاعك، او ازاي تبني فانل حقيقي لاي بيزنس. طيب هل في انواع تانية من الفانل؟ ده في انواع كتيرة وكتيرة جدا من الفانل. زي ايه يا معلم؟ عندك رقم 1 الليد جينيريشن فانل، عندك رقم 2 السيلز فانل، عندك رقم 3 الويبينير فانل، والتريب واير فانل، والبرودكت لانش فانل، والممبرشيب، والسيرفي فانل، والابلكيشن، والاي كوميرس. الله، دي كلها انواع من الفانل. دي كلها انواع من الفانل، وكل فانل ليه ايه؟ ليه البيزنس بتاعه. خلي بالك كل بيزنس وليه الفانل اللي خاص بيه، وده اللي احنا اتكلمنا عليه في السيشن الاول. انا جمعت لك بقى في الشيت ده كده تمام نوع الفانل او الفانلز اللي احنا اتكلمنا عليها ورا دي، وتعريفها ومثال عليها. يعني عندك الليد جينيريشن فانل، تمام، هو هدفه او تعريفه بيجمع بيانات الناس زي الايميل او التليفون علشان تتابع معاهم بعدين. ده هدف الايه؟ الليد جينيريشن فانل. الله. وعندك السيلز فانل، تحويل العميل من شخص مهتم لعميل بيزاير، شاري خطوه بخطوه. تمام، يعني توعيه، اهتمام، قرار شراء. الويب نير فانل اللي هم الناس اللي بيقدموا محتوى مجاني مباشر، او بيعملوا لايف عامه وبيتكلموا فيهم، او ناس اللي بتعمل بودكاست مثلا. تمام، ده كده بكل بساطه الويب نير. تمام. التريب واير لما بتكون لسه عامل منتج لسه نازل في السوق او جديد في السوق، وتبني حماس تدريجي قبل البيع، ده بنسميه التريب واير فانل. طيب ايه هو بقى البرودكت لانش فانل؟ البرودكت لانش فانل لو انت لسه عندك منتج وبدات انك انت، او معلش لسه عندك منتج جديد وبدات ان انت لسه بدات تنطلق بيه في السوق، لسه نازل السوق وبدا يبيع معاك. تمام، وبتعمل ليه طبعا محتوى مجاني، زي مثلا فيديوهات او ماركتنج ميل ايا كان، بتبدا انك انت تنزله على الايه؟ على السوشيال ميديا بتاعتك. خلي بالك انت بتعمل محتوى مجاني، يعني بتبني من خلال، يعني البرودكت لانش ده بيتباع من خلال الايه؟ من خلال الكونتنت، الاورجانيك كونتنت، ما بيتباعش من خلال المحتوى البيعي، عشان لو محتوى بيعي الناس مش هتثق فيه لان منتج لسه نازل جديد في السوق. طب ايه هو الممبرشيب فانل؟ هدفه يقنع الناس يشتركوا مثلا في نادي معين او كورس. زي مين كده باختصار يعني؟ معلش، زي مين كده؟ زي الناس اللي بتعمل تريدنج وبيعملوا جروبات على التليجرام. مش هدفك يقول لك يا عم اشترك في قناه التليجرام بتاعتي وكده؟ ده بكل بساطه الممبرشيب فانل. طيب السيرفي فانل، بتسال العميل اسئله الاول، وبناء على اجابته بتعرض عليه عرض مخصص ليه، ده بنسميه السيرفي فانل. وده في اخر 3 سنين او في اخر 5 سنين الناس اللي هم شغالين في العقارات بداوا ان هم يشتغلوا اكتر على السيرفي فانل، او الاسئله، يعني الفانل المبني على الاسئله. وده عامه لو انت يعني عميل عقارات انت لازم تشتغل سيرفي فانل، لان هو من اكتر الفانلز اللي هيجيب معاك نتائج، يعني حرفيا هيدبل الار او اس بتاعك او ريتيرن او اس بتاعك. مناسب. تمام، معلش. الابلكيشن فانل بقى وهو مناسب للحاجات الغاليه او الاستشارات، بتطلب من الناس يعملوا فورم قبل ما يتكلموا معاك، او يملوا الفورم بتاعهم قبل ما يتكلموا معاك. بتطلب من الناس ان هم يملوا الفورم بتاعهم قبل ما يتكلموا معاك. ده كده بكل بساطه الابلكيشن فانل. طب ايه هو الاي كوميرس فانل؟ سهل وبسيط جدا. بيكون مبني حول منتجات معينه، تمام، او المنتج اللي انت بتقدمه، وبيكون عليه عروض، تمام، على الويب سايت بتاعك او على اللاندنج بيج بتاعتك، وبيتعمل له اب سيل او كروس سيل. وهنفهم اصلا يعني ايه اب سيل وكروس سيل ان شاء الله في الليسونز اللي جايه، او في الليسون اللاندنج بيج طبعا اللي هي هتكون تقريبا المحاضره العاشره او التاسعه. تمام. دي بقى امثله بسيطه كده لكل فانل. الفانل ده ملخص لك كده بكل بساطه ايه هي انواع الفانل، وانت من نفسك بقى
اي بيزنس عامه، اي بيزنس معاك بدات تشتغل عليه، لو انت ميديا باير، لو انت صاحب بيزنس عامه، انت هتفهم وهتعرف الفانل المناسب ليك. يبقى احنا كده بكل بساطه عرفنا الفرق ما بين كل فانل. وطبعا انا هسيب لك لينك الفانل ده تحت الفيديو ده في الديسكريبشن. يبقى كده بكل بساطه وبكل اختصار عرفنا الفرق ما بين الماركتنج ميكس والفانل، وليه انا جمعتهم لك. تمام؟ لان في التسويق يا معلم مش اهم حاجه انك توصل للعميل، او مش الاهم انك انت تبيع، لا، الاهم انك انت تتحكم في كل خطوه بياخدها وتعرف اكتر عن الرحله بتاعه العميل ده. يعني انت هتخش بقى في رحله العميل، خلاص انت فهمت الفانل بتاعك، قدرت انك انت تبني الفانل بتاعك، خلاص هتقدر وهتعرف انت ازاي بقى ايه تفهم دماغ العميل ورحلته معاك وشخصيته معاك. وده اللي ان شاء الله هنتكلم عليه في السيشن اللي جايه. تمام؟ وهي الكاستمر جورني، رحله العميل، والباير بيرسونا اللي هي خصائص العميل. استناك في الليسون اللي جاي.